شلونكم؟ كبسة دجاج على أصولها، الريحة تجيب التايه والتمن يطلع عندكم نثري حبة حبة بدون ما يعجن. تعالوا نشوف الطريقة. بالبداية على طباخ انساج صالون 5 عيون خليت الجدر وضفت ملعقة سمن، وتقدرون تستخدمون زيت الزيتون. ضفت البهارات الصحيحة راح اكتبها اسفل الفيديو. احمسها، بعدها راح اضيف الدجاج واحمسه. اضيف الجزر والبصل والثوم وفلفل حار واحمسهم. اضيف مقدار الملح وقليل من الكركم والكاري واحمس. اضيف طماطم مقشرة مقطعة ناعم، ملعقة معجون، ونحمس. الكبسة تحب حمس، نحمس زايد. بعدها راح اضيف مقدار المي المغلي واغطي على الجدر لحد ما يستوي عندي الدجاج. للكبسة استخدمت تمن امباير، تمن طبيعي حبة طويلة، اغسله ونقعه لحد ما يستوي عندي الدجاج. راح اطلع الدجاج بعد ما يستوي واضيف التمن المنقع، وانتبهوا لا تكثرون مي بس يغطي لان منقع التمن. بعدها الدجاج راح احمره بالفرن، وهذا هو التمن والكبسة. شوفوا شلون طلع نثري بدون ما يعجن ما شاء الله. وهاي هي الكبسة، خليت تلويزة على الوجه حلوة، قدمتها ويا سلطة ولبن وبالف عافية.